بعد ما قدر جينو يفوز على إغريس وحصل على قوة جديدة وعلى جيش الظلال مما فيهم إغريس، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى جينو هيقدر يبقى أقوى ومع فعل أخو هوانج على قتل أخيه؟ ده احنا هنشوفه في حلقة النهاردة، وعلشان ما تقولش عليكم أكتر يلا بينا نكمل ايه الحكاية. بنشوف جينو نايم على السرير وأخته بتتصل عليه وتقول له أنت فين دلوقتي؟ أنت المفروض تيجي اجتماع أولياء الأمور، ويجي المدرسة وبيكون منظره مذهل جدا ويلفت أنظار جميع من في المدرسة، وبيوصل لأوضة المديرة وتقول له أختك ذكية جدا وحصلت على الدرجات النهائية وهي ممكن تدخل كلية الطب، وتقول له في سؤال عاوز اقوله لك، وانت لو اختك بقت اقوى وجالها استفاقة ثانية وعاوزة تبقى صيادة هل توافق على هذا ام لا؟ وبيرد جينو طبعا لا، وبتقول له احنا عندنا مشكلة مع احد الطلبة وهي طبعا صاحبة اخته ويقدر يتعرف عليها ويروح لها، وتقول له مهما المعلمة قالت لك ايه انا مش هروح المدرسة ومش هبطل مهنة الصيد. ويقول لها جينو انت طبعا من الرتبة ايه؟ يعني انت مش هتقدري تكسبي اي فلوس، وتقول له ايه يعني ما انت برضه من الرتبة نفسها يعني مفيش فرق برضه. ويقول لها جينو ايوه انت كسبتي فلوس في المغارات بتاعتنا ولكن ده استثناء فقط. ويقول لها انا ما جيتش علشان اوقفك، ويقول لها تعالي ورايا انت ناوي على ايه يا جينو؟ ونشوف مدير جمعية الصيادين راح المطار ويستقبل واحد من الصيادين، والمصيبة هي انه اخو هوانج الذي قتله جينو في احد المغارات بسبب انه حاول قتلهم. ويقول له انت ناوي تقعد كتير ولا لا؟ ويقول له هوانج انا بكره البلد اصلا انا مش قاعد كتير. ويقول له مدير امال انت جاي ليه؟ انت جاي هنا علشان تدور على الاتنين دول مش كده برضه؟ ويقول له انا هدور على مين؟ انا اصلا عارف هما فين، ده انتوا الجمعية عينيكوا على كل حاجة وانتوا هتوصلوني ليهم. انا هبدا بصاحب الرتبه ايه وبعدها صاحبه. ده مستهدف جينو الاول، اوعى تكون فاكر انت هتقدر توقفني، ده انت حته صعلوك. وفي الوقت دوت يعرف رئيس الجمعيه ان النمل نما لهم جناحات وقدروا يوصلوا للشواطئ ولكن على هيئه جثث، دي مساله وقت عندما يعرفون الطيران، وان قدروا يعملوا كده هيحصل الكثير من الوفيات. ويقول لهم رئيس الجمعيه احنا لازم نستعد. وبنشوف جينو وصل لبوابه وبيتكلم مع مدير نقابه النمر الابيض ويقول له احنا عاوزين ننضم للمغاره، ويقول له طبعا انا ما اقدرش ارفض ليك اي طلب، وهذه فرقه من المتدربين يعني هم لسه ما عندهمش خبره كبيره، وجينو تطوع بمراقبه الفرقه اثناء المغاره، وهم عباره عن 8 افراد، واحد من الفرقه وهو كيمي تشول من الرتبه A وهو مدافع وهو قائد فريق الهجوم، وهم 5 من الرتبه B و2 من الرتبه C بمجموع 8 مع كنتوا الاثنين تبقوا 10 افراد. ويكون جينو خايف لا تفشل خطته وكان عاوز يوري لصاحبته مدى قسوه المغاره وخطورتها، ولكن هذا فريق مزدحم وممكن ينجحوا بالعبور احياء من هذه البوابه ويبداوا يدخلوا. وبعد ما يعبروا البوابه بتحصل حاجه غريبه ومش جينو بحاجه، ده في حاجه هتحصل وفجاه بتتغير لون البوابه الى الاحمر، ويحاول جينو يهرب ولكن ما يقدرش يخرجوا وتقفل البوابه، ويعرف رئيس النقابه بالامر، ونلاقي جينو والباقي في منطقه جليديه. وتعالى نعرف يعني ايه البوابه الحمراء، وده معناته بخلاف البوابه العاديه هذه البوابات مميزه، هذه البوابات تنقلك العالم منعزل عن العالم الخارجي، يستحيل الخروج منها وحتى الدخول اليها الا بعزيمه الزعيم او انكسار ختم البوابه. وكما ايضا الوحوش السحريه في هذه البوابات تبقى اقوى من المعدات، وفجاه بيهجم عليهم حد ويموت واحد منهم وبيكون جينو انقذ صاحبته، ده سهم جليدي وده معناته وجود وحوش ذكيه، والصدمه هم جن الجليد ويستهدفوا اضعف من فيها الفرقه. ويقول جينو ده انا لو كنت هنا قبل شهرين لو كنت مت حينها. ويتعصب جينو ويمشوا الجن، وهذا الجن يلقب بسفاح الجليد، ويقول لهم كيم احنا لازم نعدي المغاره لوحدنا مفيش مساعدات هتيجي من الخارج، احنا هنقاتل وحوش اقوى بكتير وانا ما اقدرش اقودكم كلكم لوحدي، ولذلك احنا هننقسم لفريقين عشان فرص النجاه تبقى اكبر. وده فعلا غباء منه، انت كده هتموتهم كلهم، ده الجن ذكي جدا يعني مش اي وحوش، ويقدروا يفكروا وينسبوا كمين برضه. ويخلي جينو وصاحبته قائد للفرقه بتاعتهم، ويقول لهم انا مش هاخد اي حد من الرتبه سي او اقل، وتطلب واحده تروح مع جينو ويوافق كيم، وتعرف ان جينو ليس من الرتبه اي ده اعلى منهم. ويقول لهم هنسلك طريق الخالي من الاشجار وانتوا هتدخلوا الغابات، ويتحركوا. وبيشوف كيم اثار مخالب وهي تابعه لدب الجليد، وتيجي مجموعه من الدببه وهي عملاقه جدا وقويه، وبيهجم عليهم كيم ويقتل واحد منهم في لمح البصر. وفريق جينو بتقع في منطقه الدببه وتقول لهم واحده احنا لازم نبعد من هنا بسرعه، ويقول لها جينو انا كنت عاوز كده، ده كده احسن من مواجهه عدو ذكي وهو الجن الجليد. وبيصادفوا دب جليدي ويقابلوا جينو، وبيكون رئيس نقابه النمر الابيض وصل، وبيقول له مديري في صياد تاني جوه وهو جينو ده ممكن يتعرض لاستفاقه تانيه. ويجي الصياد هوانج ويقول له بايك ايه اللي جابك هنا؟ ويقول له ايه اللي خلاك تدخل واحد من الرتبه ايه وهو جينو؟ ده انا كنت عاوز اقابله مش اكتر، ده انت محظوظ يا جينو، ده واحد من رتبه الامه ما يقدرش يدخل حتى هو كمان البوابه. وبيكون جينو خلص على جميع الدببه ويخيموا شويه، وبيكون جينو بيتجول شويه ويقابل عرين للدببه ويخرج جيش الظلال ويهاجموا على الدببه ويقدروا يخلصوا عليهم، ولكن يظهر القائد بتاعهم ويهجموا عليه، ولكن ده يخلص عليهم كلهم في لمح البصر. ويتقدم إغريس ناحيه الدب ويهجم عليه ويقدر يطعنه في ظهره ويتسبب في العديد من الجراحات، وكان خلاص الدب هيطلق هجومه الاخير، ولكن إغريس يقطع راسه. بيقول جينو لو إغريس وصل قتاله ضدي بالسيف لقتل حينها، احنا بمستوى واحد دلوقتي،
ده ممكن يكون اقوى مني لسه. وبتكون فرقه كيم وقعت في كمين من الجن ويقتلوا جميع الفرقه ويهرب كيم رعبا منهم. بنشوف جينو قضى على جميع الدباب الجليديه ويضمهم لجيش الظلال. بيكون الصياد بيك وهوانج لسه بره وبقالهم 3 ساعات اي ما يعادل 3 ايام في البوابه. وبيقول هوانج يبقى الصياد جينو لقى حتفاه هناك، انا هنا بعمل ايه؟ انا جيت على الفاضي. ويقول لهم ثانيه واحده، هو مش جينو مش في النقابه بتاعتكم اصلا؟ يا بنتوا دخلتوه ليه؟ فبيقول له المدير ده انا كنت اعرفه وهو كان عاوز يشوف مغاره من رتبه سي مش اكتر، فانا قررت ادخله مع الفريق ولكن يمسكوا هوانج وكان هيقتله في ايده. ويقول له طب انت برضه دخلته ليه مع انه مش من النقابه بتاعتك؟ ويمسكوا بيك ويقول له سيبه والا الليله دي مش هتعدي على خير. وتتصدم قوتهم بشكل كبير، احنا لازم نوقفهم الا هتحصل معركه بين صيادي رتبه اس. ويستعدوا بكامل قوتهم ويهجموا على بعض ولكن يوقفهم مدير الجمعيه ويقول له هوانج ده انت طلعت قوي. ويقول له انت لو ما تسهلتوش في اخر لحظه لكانت ايدي اتكسرت حينها، بس انا قاسيت قوه جينو بنفسي وكانت من رتبه ايه. ويقول له اخوك مات بسبب تشابكه معه وحش اعلى منه رتبه. ويقول له هوانج ده كل ده كلام فارغ، دي كذبه مش اكتر، اللي قتله هو الفتى المدلل من شركه يوجين. يقول له انت ليه بتستهدف جينو؟ يقول له هو ده مش واضح؟ ده عذر لقتل احدهم. وبيكون الصياد كيمي بيتجول بعد ما وبيت فرقاه على يد الجن الجليد وبيقول كل ده بسبب ما كانش معانا معدات كافيه وهم كانوا اكتر عددا منا. وبيلاقي دبابه الجليد قد ابيدوا بالكامل وبيكون مصدوم وبيقول ده استحاله، فرقه جينو الضعيف تقدر تهبدهم ازاي؟ دول مجموعه من الضعفاء، ولكن بيفتكر ان جن الجليد هو اللي ابدهم. وبيلاقي الفريق قاعدين وبياكلوا ويضحكوا كمان وبيكون متضايق جدا، ازاي ده؟ هم عايشين ازاي كده؟ وكمان معاهم اكل ومعدات ومؤن وبياكلوا كمان. وبيروح لهم وهو متعصب جدا ويقول لهم مين اللي كان معاه المعدات ديت؟ الفريق بتاعي لقد ابيد بالكامل وانتم معاكم كل المعدات ديت. يقول لي يا بنت كنت عارفه انه كان معاه معدات، لو انتم ما قلتوش مين اللي جاب المعدات ديت انا هقتلكم هنا واعتبركم خونه. وبيهجم عليهم ولكن يجي جينو ويضربه ويقول له انت اللي قتلت فريقك بنفسك، انت السبب، وكمان انت حضرت المتاعب لينا. ويقول لهم اظهروا نفسيكم انا بشر بحضوركم. وبيظهر جن الجليد وبيكون تبعه كيم بيكون عددهم كبير. وبيظهر الزعيم وبيقول انا ما كنتش متوقع عليها واحد قوي من الحسالة دول. ويقول له جينو انت بترعت مين بالحسالة؟ وبيكون جينو فاهم لغتهم ويتعجب ولكن ده بيكون من تاثير النظام. وبيقول له طالما انت بتتكلم لغتنا يبقى في واحد من جنودي عاوز يقتلك، وهو قال لي اللي انت اللي قوي فيهم، هو عاوز يتحداك. ولكن جينو يقطع راسه في لمح البصر ويتحمس القائد وبيهجم عليه جينو ولكن بيصد ضربته، ده باين عليه مش هيموت بسهوله. وبيقول له هو انت ليه واقف مع البشر مع انك مش منهم؟ انت بتقصد ايه؟ ازاي انا مش منهم؟ احنا بنسمع اصوات بتحثنا على قتل البشر ولكن لم تحثنا على قتلك، يمكن ده بسبب النظام ويمكن علشان انا لاعب. وبيقول له احنا مش عاوزين نقتلك، انا هعرض عليك عرض، سلمنا الناس اللي وراك واحنا مش هنقتلك. وبيقول له جينو انتوا مين بالظبط؟ وكان القائد لسه هيرد عليه ولكن يرجع لنفس العرض تاني الذي عرضه على جينو. باين كده في حاجه غريبه بتحصل. بيرفض جينو عرضه، بيقول له القائد هو انت ناوي تقاتلنا كلنا؟ ده احنا اكتر منك. ويبتسم جينو ويقول له انت بتقصد مين؟ وفجاه جينو بيستدعي جميع جنود الظلال وبيكون الفريق مستغربين من اللي بيحصل ويامرهم القائد بالهجوم ويتقاتلوا ويفضلوا يقتلوا بعض، ولكن كان الافضليه لجنود الظل وبيهرب بيها الفريق وبيكون جن الجليد هيقتلهم ولكن جينو يقتلهم في لمح البصر. وكان القائد بيقتل الجنود بشراسه وكمان هو اقوى مني بوضوح وبيهجم عليه بسرعه ويصد جينو ضربته. وبيقول له انا اسمي بارك وانت اسمك ايه؟ وبيقول له انا سونج جين وو اللي هيقتلك. وبيهجم عليه بسرعه ولكن كان بارك هيقتله ولكن يلغي جينو السلاح ويضربه بالسيف الثاني ولكن يفضل يراوغ ضرباته ويطيره بعيد. ولكن يجي نيزك عملاق وينزل على بارك وبيكون من عمل جنود السحر وبيكون جينو كسب وقت وبيكون كيم صحي ويمسك سيفه وبيهجم على جينو وبيكون متعصب جدا وبيهجم بارك من الناحيه الثانيه ولكن جينو يعمل اعصار جليدي ويقرب بارك اكتر ولكن بيظهر فارس غريب وبيكون جينو اللي عمله استدعى غريس ويعمل اعصار ويقتل الصياد كيم ويحوله جينو لجنود الظلال ويسميه جينو ايرون ويفعل قوته. وبيكون بارك متحمس جدا وبيهجم على ايرون ولكن بيكون ايرون قوي جدا وفي نفس الوقت بيصد ضربات بارك وبيقول له بارك الفارس ده ما يسواش حاجه قدامي، تعالى هاجمني انت والفارس عليا. ويهجموا هما الثلاثه ولكن بيكون بارك سريع جدا ويراوغ ضربات جينو وغريس وايرون ويفعل ايرون قوته بيهجم بارك عليه بكل قوه ولكن بيصد ضربته وبيهجم غريس عليه ولكن يراوغ ضربته ولكن جينو يجي من وراه ويطعنه بالخنجر وبيقول له بارك انت بتستخف بيا. وبيقول له جينو انت بلا شك قوي ولكن ماذا عن جنودك؟ وبيكون جنود الظلال ابيدوا جميع الجن بالكامل وبيقول له طالما انا لو قتلتك الجنود مش هتشكل خطر عليا. بيهجم عليه ويرمي جينو الخنجر عليه ولكن يتفادى الضربه. بيقول له بارك ايه اللي انت عملته دوت؟ انت غبي جدا، ده انا هقتلك دلوقتي. ولكن جينو يفعل سلطه المهين ويرجع الخنجر تاني ويكسر خنجر بارك ويجي ايرون ويمسكه ويستعد جنود السحر وبيهجموا على بارك بكل قوه ويموت بارك ولكن بيكون لسه عايش ويكون متعصب جدا ويقولوا انتوا ازاي بتعملوا فيا كده؟ ده انا هقتلكوا هنا. ولكن جينو يطعنه وبيقول له انتهى القتال خلاص وبيقول له القتال لسه ما خلص. ولكن يجي ايرون ويقتل بارك ولكن بيكون ايرون فقد السيطره ويفضل يضرب في بارك. يقول له جينو يقف ويتمالك نفسه وبيقول لهم جينو حان وقت العوده الى المنزل ويفرحوا كلهم. ولكن بيكون جينو عاوز يعمل حاجه قبل ما يمشي وبيكون بيك لسه بره وبيكون مضى داخل البوابه اسبوع
اسبوع كامل، وده معناته 7 ساعات في المغاره. الوقت في المغاره غير الوقت في العالم الخارجي، الساعه في العالم الخارجي تعتبر داخل المغاره بيوما كاملا. وبيكون بيك خايف جدا على فريقه، لكن تفتح البوابه وبيكون فرحان جدا، ولكن بيخرج 2 بس. بيقول لهم فين الباقي وفين الصياد كيم، ويخرج جينو وصاحبته، وبيكون المدير فرحان جدا. ويمشي جينو ولكن يوقفوا بيك ويقول له انا عاوز اعرف ايه اللي حصل جوه المغاره. ويقول له جينو انا مرهق جدا، ويقول له يبقى اسال اعضاء نقابتك. وتعصب بيك ويقول له مفيش حد بيهددني، المغاره دي دخل فيها 8 افراد من نقابتي ورجع منهم 2 بس، بما ان الرئيس لديه الحق على معرفه ما حصل داخل المغاره. وبيقول له انت معاك حق، ولكن انا انقذت بيت الفريق، مش مسؤوليتك تشكرني الاول. ويهدى بيك ويعتذر له، وبيقول له المدير يضم جينو للنقابه باي ثمن، يوصل جينو صاحبته لبيتها وتشكره على اللي عمله في المغاره، ويمشي. وبيكون كسب خنجر بارك، وبيكون متضايق بسبب انه كان بيحاول يستخرج ظل بارك، ولكن فشل في ذلك بسبب ان بارك كان اقوى منه بكثير. ويرجع جينو البيت ويتذكر على اللي عمله في الصياد كيم، وبيقول دي المره الثالثه. وتاني يوم بيجي جينو وبيكون جاهز، وبيقول له جينو احنا هناخد حد معانا، وبتكون صاحبته وبتكون حبه جينو، وبيكون جينو مصدوم جدا. ويكمل الطريق. شوف جينو في احد المغارات مع جينو، وكان جيش الظلال بيقاتل الوحوش، ويكون جينو مصدوم ويقول له ايه الوحوش اللي خرجت ديت. ويفتكر جينو ان هو اول مره يشوفها وما قالوش قبل كده برضه، ويقول له دي احد مهاراتي. وبيكونوا خلصوا القتال، وبيقول لهم جينو يكملوا شغلهم ويبداوا يجمعوا بلورات المانا. ويزعل جينو ويقول لجينو على الاقل سيبني اجمع الجواهر، انا حاسس اني ماليش لازمه. وبيجي فارس ويديله الجواهر. وبيكون في احد المغارات في سفينه مدمره، بنشوف واحد مرعوب جدا وبيقول له واحد ما تقلقش ده انا بس فقدتهم الوعي، ولكن بيكون مش فاهمه. ونعرف ان هو لا يتحدث الانجليزيه. بيقول له انا برضو انسان وانا عاوز ارجع لدياري. وبنشوف سون وجينو بيحتفلوا، وبيقول له سون احنا اكملنا دلوقتي 19 مهمه. وبيشكره جينو وبيقول له سون انت هتعمل ايه بعد كده. وبيقول له انا هحضر الاختبار النظري في الجمعيه، وبعد كده هاخد رخصه رئيس النقابه، انا هستغلها للتفاوض مع ابويا. وبيقول له جينو طب انت برضو هتعمل ايه. وبيقول له سون انت ممكن ما تعرفش تتواصل معايا الفتره، انا هروح لمكان معين. ويبص له جينو ويقول له لو انت متضايق مني يبقى قول لي بصراحه، انا مش هسبب ليك المتاعب تاني. وبيقول له سون هو انت سكرتي بالسرعه ديت. وبيقول له جينو انا عندي اخ اكبر مني ب10 سنين، بس هو بيكرهني ولم نقضي وقتا كاخوين قبل كده، بس انت انقذت حياتي ووافقت على طلبي، وكمان انا كنت بتمنى تبقى اخويا الحقيقي. وبيقول له سون بدا من اليوم هتبقى اخويا الصغير. وبنشوف نفس الراجل اللي كان في المغاره مقبل بالسلاسل، وعلى حسب المعلومات اللي قالها هو مش صياد اجنبي، وهو حبس 10 سنوات بداخل المغاره وعجز عن الخروج منها. وعندما استيقظ وجد نفسه في بوابه متصله بالولايات المتحده الامريكيه، وكانوا عايزين يتكلموا لكن هما مش فاهمين لغته. هما بيكونوا طلبوا مترجم، وهو الصياد من الرتبه اس، وهو بينتمي لنفس بلاده، وهو متجه لواشنطن دلوقتي. والصدمه بيكون هو وانج دونغوسو. وبنشوف جينو بيجهز نفسه وبيقول لاخته ان هو هيغيب لمده اسبوع، وتقول له اخته انت باين عليك هتخرج مع واحده. ويقول لها جينو انا هخرج مع صاحبي، ويمشي. وبيروح لقلعه الشيطان ويفتكر ما حصل عندما دخلها لاول مره، وعندما قاتل كريبيوس. وهو كان باللون الاحمر ساعتها، ولكن كان مستواه عندئذ 20، ولكن هو دلوقتي بقى 3 اضعاف المستوى. ويفترض ان القتال يصبح اسهل من السابق، ويفتح الباب ويدخل للقلعه، ولكن لم يقابل اي شيطان حتى الان، ومع انها متعجب الشياطين. وتيجي مهمه ويقول له انت لازم تجمع روح الشياطين، اي معناته قتل الشياطين. والمصيبه بتكون 10,000 روح شيطانيه، يبقى معناته هي القلعه تعجب الشياطين فعلا. بس انا جيت المره دي الهدف مختلف، وهو جمع اغراض اكسير الحياه، سواء كانوا 10,000 او حتى 100,000 روح شيطانيه، انا هقتلهم كلهم. وبنشوف جينو راح لابوه وكان معاه استماره انجازاته، وبيقول له والده انت عاوز تبقى رئيس النقابه، مع رغم انت عارف خطه اخوه. وبيقول له جينو اخويا جاب واحد غريب من الخارج علشان يبقى رئيس النقابه، وهي فيها مخاطره كبيره في شركتنا. وبيقول له ابوه الواد اللي معاك اسمه سونج جين وو، مش كده برضه؟ في المغاره المزدوجه وحادثه قتل فريق هوانج دونغوسو، والحادثه التي قتل فيها عضو قسم المراقبه السجناء، واجه جميع الاحداث الثلاثه وخرج منها حي سالما. وايضا كما شارك في جميع المغارات التي نظمتها انت، وقبل بدايه ايام استضافت نقابه النمر الابيض بوابه حمراء، وكمان سون كان في هذه البوابه وقدر يقود الناجين الى بار الامان. انت حصلت على رخصه رئيس النقابه بفضل مساعده سونج جين وو، وما زلت تريد مني تسليمك للنقابه. وبيقول له جينو حتى مع هذا انا عاوزك تسلمني نقابه يوجين. وبيقول له ابوه انا موافق، انا هديك النقابه ولكن بشرط واحد. وايه هو الشرط دوت؟ بيقول له ابوه بعد البوابه الحمراء سمعت نقابه النمر الابيض تريد ضم سونج للنقابه بتاعتهم في الخفاء، وانا عاوز تضمه للنقابه بتاعتنا باقصى سرعه وباي ثمن. بيقول له جينو انا هقدر اعملها. وبيكون جينو قضى على جميع الشياطين ولكن لم يستطيع استخراج ظلها، وتقول له مانا ملوثه. جينو بقى اقوى من الاول، وتيجي رساله ويفتحها وبتكون ورقه وهي تصريح لدخول الطوابق العليا، ويظهر برج من النور وهو ده المكان الطبق الثاني. بتكون المغاره واسعه جدا وكأن المدينه كامله حشرت بداخلها. بيقول جينو انا كده هتعب لو فضلت امشي على رجلي. ويخرج جينو ظل وهو بيكون زعيم الدببه، ويركب جينو عليه ولكن بيواجه الشياطين في طريقه، ولكن يجري الدب بسرعه كبيره ويخترق صفوف الشياطين ويسميه جينو تان. وبنشوف الصياده هاي ان وهي بتكون عرفت بخبر النمل المجنح، ويقول لها
والقائد احنا مش عاوزين نقول لحد علشان المواطنين ما يفزعوش، واحنا كمان لازم نطور قوتنا في الوقت الحالي لنصبح اكبر نقابه في البلاد ونتولى المسؤوليات التي تليق بحجمنا. وبيكون جينو قدر يخلص على الشياطين وبيكون بقى اقوى من الاول، وكان فاكر ان الوحوش سوف تصبح من الرتبه اس ولكن هم تقريبا من الرتبه بي، وقدر يوصل للطابق السابع ويقدر يخلص على الشياطين برضه، ويقدر يخلص على الباقي في جميع الطوابق. وكان كل طابق مش شبه نفس اللي قبليه، دي التضاريس بتتغير مع كل طابق وكل طابق ليه مميزاته. وبيكون جينو وعد جينا ان هو هيجي قبل اسبوع دي معركه ضد الوقت ويوصل للطابق ال50 ويقابل زعيم الشياطين لهذا الطابق وبيكون باللون الاحمر واسمه فولكان الجشع، ويطلع جينو جيش الظلال ويكون مدير نقابه النمر وصل وكان بيدور على جينو ولكن هو مش موجود واخته هي الوحيده اللي موجوده، وحتى ما سحبش فلوس من البنك واخد تسجيلات نشاطاته هي عند وسط المدينه. يا ترى هو فين دلوقتي؟ هو اصلا مش موجود في العالم دوت، ده بيقاتل الشياطين دلوقتي. ويقوم جينو جيش الظلال بالهجوم ويقول لهم سيبوا لي الزعيم وانتوا اجلدوا الباقي. بيكون الجيش الذات قوه ايضا وده بفضل زياده معدل الذكاء مما يتيح لجينو الحريه بشكل اكبر في المعركه. لكن الوحش المقلبس دوت ناوي يتحرك امتى؟ انا هبدا بالهجوم الاول، لكن مجرد جينو يغمض عينيه بيختفي فولكان من مكانه ويلاقيه فوق الجيش ويبعدهم عن بكرة ابيهم بضربه واحده. بيظهر جينو ويكون متعصب جدا وبيقول له انت عملت ايه دلوقتي ويديله بوكس بيطيره. بيكون جينو مصدوم من قوته ولكن بيكون فولكان لسه عايش ويطلق صيحه بتكون نفس صيحه كريبوس، وهو كده بيزود قوته القتاليه اكتر وبيجي بسرعه على جينو ويستدعي جينو ايرون ويرمي له الدرع ويصد ضربه فولكان ولكن بيضربوا ضربات متتاليه. هو ازاي بالرشاقه ديت؟ لابد من وجود ثغره في مكان ما ودي هي الفرصه، ويرمي جينو عليه الدرع وينط ناحيته وكان خلاص هيقتله ولكن فولكان اسرع من كده، ولكن جينو يستخدم مهاره يد الحاكم ويبعد الهجوم عنه. وحش ده تنبأ بتحركاتي دلوقتي، ازاي عمل كده؟ انا مش هقدر اسيب الوحش دوت، ده المكان الوحيد اللي انا اقدر اسيبه هو راسه الصغيره. وبيهجم عليه فولكان ولكن جينو بيهرب بسرعه ولكن فولكان يجري وراه ويفكر جينو ازاي يصيبه، وفكر يطلع المبنى ويستخدم مهارات الاندفاع ويطلع المبنى بسرعه ولكن فولكان لسه وراه ولكن ما يقدرش يقف ويتخبط في المبنى، ودي فرصه جينو للقضاء على فولكان وبيهجم عليه باقصى سرعه ويقدر يقطع رقبته ويخلص القتال اخيرا. وبيكون كسب اول غرض من وصفه اكسير الحياه وهي شجره العالم. وبيكون هوانج وصل وبيتكلم الراجل دوت ويقول له انا عمري ما شفت وحش ناطق، وبيقول له انا مش وحش ولا حاجه، انا انسان زيكم ممكن اعمل تحليل دي ان ايه في اي وقت او اي حاجه زي ديت. وبيقول له هوانج اسكت انا اللي بسال هنا. بيقول له الراجل ما مدى معرفه البشر بالبوابات والوحوش؟ انت بتقصد ايه؟ المغارات والبوابات والوحوش انها مجرد البدايه، اعظم قوه كارثيه استيقظت اخيرا انها الكارثه العظمى، انا مش هقول حاجه تانية، هدفي هو منع هذه الكارثه. بيقول له هوانج بطل هزار بقى، انت عارف كم صيادا في هذا العالم؟ لو انت جمعتهم يبقى اكتر من 1000 صياد. ويقول له لا فائده من الاعداد امام تلك القوه، سيتم التهامهم واستغلالهم فقط، انت بان عليك قوي بعض الشيء. ويتعصب هوانج ويقول له انت بتوصل بمين الضعيف؟ ويقول له وحش وضيع عنده اسم كالبشر. الله، ما الراجل قال لك هو مش وحش، انت عاوز ايه تاني منه؟ وكمان انت عندك زوجه وطفلين. ويقول له هو انت فاكر اسم ابنك؟ وبيقول له اسمه جينو. اوبا، ده طلع ابو جينو بعد السنوات دي كلها قدر يخرج من المغاره المحبوس فيها بقاله 10 سنين، ولكن هو بيشعر بان القتل جايه من هوانج وبيقول له انت عاوز ايه؟ وبيقول له انا مش هجاوب على اي سؤال ولكن هقول لك على معلومه واحده، ابنك مات بالفعل، لو عندك كلمات اخيره فاذهب الى الجحيم وقول له بنفسك. بتعصب اب جينو جدا، دي بانها تحصل معركه هنا وبيكون جينو قضى على الشياطين ويوصل للزعيم وبيكون واقف جنبيه. ايه يا باشا انت اتفاجئت من قوتنا ولا ايه؟ انت ما توقعتش دوت مش صح برضه؟ وكمان وحش خارج زيك كده، خايف ليه اصلا؟ عامه ما يهمنيش. ويهجم عليه جينو ويقطع راسه وتيجي رساله وتقول له ارتفع مستواك، وبيكون في مدينه اتحرقت وده نفس المكان اللي كان فيه اب جينو وهوانج، وبيكون حصل قتال ما بينهم. والمعارك ديت بتكون مختلفه عن باقي الرتب، وهي لو حصل معركه ما بين رتبه اس دي ممكن تدمر التضاريس اللي حواليها، ولكن الضرر ده بسيط جدا في لحظه واحده بس هزم الصياد هوانج شر هزيمه. لو طلع اب جينو قوي جدا وقتال خلص قبل ما يزداد سوءا، وبيكون جينو استهلك مؤنه بالكامل ويقرر يقف عند هذا الحد وهو في الطابق 75 وتبقى 25 طابق، ويكون كسب اغراض من الزعماء اللي هزمهم وبيكون لها تاثير جامد جدا. بيكون كسب كوره وهي كوره الجشع وهو ما يقدرش يستخدمها بس يمكن نقلها الى شخص اخر ويفكر يديها لجنود السحر، ولذلك هتضاعف قوته للضعف ويختار الصندوق الملعون ويفتحه وبيكون مفتاح، لكن هو مش معرف دلوقتي ولكن ده مش هدفي. انا حصلت على شجره العالم وفي الطابق 75 حصلت على مياه غابه الصدي، وكده بيكون فاضل وصفه واحده. شوفسون خرج من مغاره قلعه الشيطان وقدر يجمع مكونين من اكسير الحياه وتبقى فقط واحد وهو دم ملك الشياطين النقي، وبيقولوا مستواي اترفع جامد جدا بفضل رحلتي لقلعه الشيطان. لازم اكون مستعد لاصفر بملك الشياطين، ولكن مستواي الرسمي ما زال من رتبه اي. انا عاوز ارفع مستواي اكتر، حان الوقت اللي يقف هذه المهزله. انا مش هعرف اخفي قوتي اكتر من كده، انا هاخد اعاده تقييم رتبتي. وبنشوف مركز اعاده تقييم وبيكون هناك كثير من الصيادين وكمان المديرين للتعاقد معهم، وبيكون واحد مصمم بيتصل على الرئيس بيك وبيقول له ده موجود هنا الصياد جينو موجود علشان يعيد التقييم، بيقول له انا هاجي بسرعه. بيروح
سون يقعد شويه وبيكون واحد متوتر جدا وبيقول له واحد اهدى التقييم بسيط. بيقول له انا عاوز رتبتي تبقى عاليه علشان اقدر اكسب ياقوت يومي وهرجع عيلتي تاني بعد ما هاجروني. وبيقول له ما تقلقش طالما انت اعلى من رتبه ايه هتلاقي شغل في النقابات وهتقدر تكسب فلوس. ويضحك سون ويتذكر ايامه لما كان لسه من رتبه ايه ويجي الدور عليه ويدخل وتقول له حط ايدك على البلوره السوداء وهنشوف قوتك قد ايه ويحط ايده وتقيس قوته. لكن بيحصل خطا وبتحاول مره تانيه ولكن نفس الخطا برضه وتستغرب ويجي المدير ويقول لها ايه المشكله وتقول له في مشكله في الاله ويحاول يشوف الاله وينصدم ويقول لها هي مش بايظه ولا حاجه دي مش قادره تقيس كميه المنع التي مع جينو وده معناته ده السيد العايش في البلاد يحصل على رتبه اس. وبنشوف الرئيس وو بيتكلم مع تشوي رئيس نقابه الهانترز وبيقول له مفيش جديد عن النمل المجنح وبيقول له وو لا مفيش اخبار ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نكتشف الحاجات ديت. وبيقول له انا سمعت عن حادثه البوابه الحمراء وكانت سمحت نقابه النمر بدخول دخيل وقدر يقتل الزعيم. انا عاوز اعرف مين الدخيل دوت هو مش انت كنت في الموقع برضه؟ وبيقول له وو انا كنت في الموقع ولكن ما كنتش في النهايه لذلك انا مش عارف التفاصيل. بيسمع صوت صاخب جاي من قاعه التقييم ويروح علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل وبيكون من في القاعه مصدومين وده بسبب سون لانه بقى الصياد رقم 10 من رتبه اس. بيقول له مدير تعالى بعد 3 ايام علشان يعيد تقييمك. ويدخل رئيس وو الصياد شو جونج هو الذي يعتلي قمه الساحره النار الملقب بالصياد المطلق وبيقول سون ده اللقب بتاعي اضعف منه وده شويه يقيس قوته ويجي سون ناحيته وعرف نفسه لسون ويقول له هو انت قررت تنضم لنقابه معينه؟ ويقول له انا عاوز اتكلم معاك شويه ولكن يقول له سون انا مش فاضي دلوقتي ويمشي. وسلم شو يقول هو انا قدمت نفسي صح انا حاسس ان انا كنت بايخ. وبيقول هو انا عارف انه صياد من رتبه اس انا كان عندي حق. ويجي الصياد بيكو بيكون تعبان جدا وده علشان نقابته بعيده جدا على مركز التقييم وبيشوف تشوي بيكون متضايق وكان عاوز هو يكون اخر شخص يعرف بسون. انا عرفت هو مين الدخيل دلوقتي للدرجه دي هو قايم عندك كده يا بيك. وبيكون سون قاعد مع امه وبيقول له كانك هتصحي في اي لحظه ما تقلقيش انا هنقذك في اقرب وقت. ويخرج لكن بيقابل الرئيس وو وبيقول له انت جعلتني اعمى ومهمه فريقنا هي مراقبه الصيادين ومعاقبه الذين يخالفون القوانين. انا كنت واثق من قدرتي في الحكم على الناس. وبيقول له جينو هو انا هدف للمراقبه ولا ايه؟ وبيقول له انا مش مراقبك على انك مجرم اسم المراقبه هو الوحيد القادر على التحكم على الصيادين ولكن حتى نحن بلا حول ولا قوه امام الصيادين رتبه اس. في شخص ما عاوز يقابلك وبيكون واحد بيقرب منهم وبيكون رئيس جمعيه الصيادين جو وبيقول له احنا عاوزين نتكلم مع بعض شويه وبيهنوه على ترقيته لرتبه اس. وبيقول له لا فائده من اعاده التقييم في اللحظه التي فشل فيها الجهاز اصبحت من رتبه اس رسميا. وبيقول له سون طب انت عملت كده ليه؟ وبيقول له انت بتصل عملنا ليه موعد لاعاده التقييم علشان نمنح انفسنا وقتا اضافيا حتى نتسنى لنا مقابله موهبه مثلك قبل الجميع. مع الاسف ما فيش صيادين متميزين في الجمعيه برغم حجمها الكبير. العديد من الصيادين ينضمون للنقابات الكبرى ليضمنوا مكانه ودخل مادي اكبر وهو احد افضل الصيادين في الجمعيه ولكن هو من رتبه ايه. هندخل في صلب الموضوع انضم لينا يا جينو انا اقدر ادبر لك اهم منصب في الجمعيه. وبيقول له سون انت بتعمل كده ليه؟ وبيقول له ليست الحكومه التي تدعم البلاد الان بل الصيادين الذين يقومون بحمايه المواطنين من الوحوش وما يوجد فيها مركز هو النقابات الخمسه الكبرى. هو ده العمالقه الخمسه يحافظون على التوازن بصعوبه ولكن انت لو انضممت لاحد من هذه النقابات سوف يتخلخل هذا التوازن. يجب ان تكون جمعيه الصيادين القوه السادسه التي تتحكم بهم من اجل هذه البلاد. وبيقول له علشان كده انت عاوزني انضم للجمعيه. وبيقول له علشان انت متمتع بالقوه اللازمه وكمان انا عاوز وريث من بعدي. وبيفكر سون يقبل العرض دوت ولا لا وبيقول ده عرض كويس جدا وهقدر اوفر فلوس كتيره وهي طريقه مختصره للوصول الى النجاح. طالما اتبعت الرئيس جو هوصل للنجاح بالتاكيد ولكن ده هيوقفني على التقدم في المستويات ومش هقدر اجمع اخر مكون من اكسير الحياه. وكمان الحكومه والاعلام ممكن تكون خاضعه للرئيس جو. انا بشعر بقوته دي قويه جدا ده اول مصطفق من رتبه اس يتمتع بقوه ساحقه وبنيه جسديه رهيبه مع انه شخص تجاوز ال80 عاما وهو بالقوه ديت ده هو اعلى مني رغم اني برفع مستوايا اكتر. حياتي هتتغير لو قبلت العرض دوت. وبيقول له انت موافق ولا لا؟ وبيقول له سون انا اسف انا هرفض عرضك. ويتصدم جو ولكن هو هيرجع علشان الفلوس. كل الناس كده بيختار الفلوس في النهايه. وبيقول له سون انا عاوز اخد المعارك. وبيقول له انت يعني عاوز تقتل الوحوش؟ وبيقول له سون ايوه المغرب بتناسبني اكتر. ويتصدم جو وبيقول ده ازاي يقول كده دي عينه بتوحي ان هو مش بيكذب. مدة سنوات منذ شعرت بهذا الشعور انا لو كنت اصغر ب20 او حتى 10 سنوات لو كنت حاربت بجانب هذا الفتى. وبيقول له انا فهمت انا مش هجبرك. ويمشي سون. وبيقول الجمعيه بتوفر بوابات من رتبه دي او اقل من كده انا لازم ارفع مستواي اكتر عشان انقذ والدتي انا اقدر ازيد قوه. وبيكون في واشنطن في المستشفى بنشوف وانج كل عظمه في جسمه مكسوره حرفيا وبيجي نائب الرئيس وبيقول له انت عاوز ايه من خاسر زيي؟ وبيقول له الراجل دوت هو وحش فعلا. بيقول له انت بتعتقد ان دي قوه انسانيه؟ ده وحش بلا ادنى شك. وبيقول له هو فين دلوقتي؟ بيقول له الاداره بتتعقبه دلوقتي. وبيفتكر كلامه وقال له اياك ان تقترب من عيلتي انا بقول دوت لمصلحتك انت مش هتفلت مني حتى بعد ما ماتك. بيقول ده ازاي بيهددني ده انا عارف هو هيبقى فين دلوقتي انا لازم اتجهز بالمعدات ولكن لما اتعافى احتاج لاثر صناعي لكي اسحقه. والاثار الاصطناعيه تعني الاثار المقدسه من صنع البشر ولكن في العالم الصيادين تعني معدات عاليه المستوى حتى امهر الحرفيين لا يمكنهم صناعتها. ولكن مع ذلك الصيادين
التعدين بدأت اسعارها في الازدياد، وبيكون سون متضايق جدا بسبب اسعارها، وهو محتاج معدات علشان يكمل قلعة الشيطان. ده حتى في المتجر مفيش معدات كويسه، وممكن ابيع كرة الجشع. المعدات بتزود قوة المرء ب 30 او 20%، ولكن كرة الجشع بتزود المرء الضعف. ولكن المشكلة هي ان الصياد من رتبة ايه زيي معاه حاجة زي ديت، لو كان في سجل دخول لبوابة من رتبة ايه لكن ممكن يبقى عذرا مناسبا. وكمان ما ينفعش اشترك في مغارات عالية المستوى وانا في ادنى رتبة، ولكن بيلاقي طلب وظيفة كعمال منجم في مغارة من رتبة ايه، وبيكون الرئيس جو بيشوف ملف سون وبيعرف كان بيكافح قد ايه علشان عيلته. بيكون متفاجئ جدا منه بالرغم من رتبته الضعيفة اللي كان بيكافح من اجل عيلته وعلشان اخته الصغيرة وعلشان والدته. وبيعرف انه اتعين في فريق نقابة ومتسلم اكتر لما يعرف انه يشتغل كعامل منجم. سون وراه حاجة غريبة احنا مش فاهمينها، الواد ده وراه ايه بالظبط. ويوصل لمكان المغارة وبيقول سون ان هو صياد من النوع الجسدي، وبيقول دي مرته الاولى. المغارات الكبيرة بيكون العمل الجماعي مهم جدا، فريق الهجوم لقتل الوحوش، وفريق التعدين لجمع بلورات المانا بعد قتل الوحوش، وفريق استرجاع جثث الوحوش. مشرجة العديد من الناس يعني فوائد ضخمة. اللي بيكون داخل المغارة رئيس تشوي وفريقه، وبيقابلوا مجموعة من الوحوش العملاقة، وبيقول لهم تشوي سيبوهم ليا مع اني مش بحب الاضواء الساطعة، وجهز سحر النار ويضرب عليهم نار قوية جدا ويخلص عليهم بضربة واحدة. ده فعلا قوي. بيكون الوحوش اتحرقت ويتقدموا ويخرجوا من المغارة دون خدش واحد، وتخرج نائبة الرئيس تشوي وبتكون تشي هاي وهي 9 شخص من رتبة اس. ويكون سون بيشعر بهالة قوية جدا جاية منها، مفيش حد بيتمتع بالقوة ديت، وبتشعر بسون ولكن بيكون اختفى وتظن انها بتتخيل. وجه الدور على فريق التعدين ويدخلوا جوه ويبداوا في العمل، وبيكون سون واقف وبيشعر بقوة الزعيم اتيه من هذا المكان. ده باين عليه اقوى من كريبوس وفولكان. انا عاوز اروح هناك، انا عاوز اختبر قوة زعيم من رتبة ايه. وبيسمع الناس بدأت تتكلم عليه، هذه هي المعاملة التي يحصل عليها شخص من رتبة ايه اينما ذهب. ويخبطوا واحد وبيقول له انت واقف ليه هنا، روح اشتغل في حتة تانية. لكن بيصل سون كانه هيقتله ويخاف منه. بيكونوا الناس مصدومين من قوة سون، هم مش متأكدين من رتبته، ده استحالة يكون من رتبة ايه، دي موهبة نادرة جدا. ويجي وقت الاستراحة ويقول له القائد يلا علشان الاستراحة، ويقول له سون هيبقى هنا علشان يخلص المنطقة ديت. ولكن مجرد يمشوا كلهم يجري سون بسرعة ناحية غرفة الزعيم، ويقف امام بوابة ضخمة ويفكر يروح يقتله ولا لا. وبيقول انا عاوز اشوف قوة وحش من رتبة ايه، ولكن انا لو قتلته دلوقتي المغارة هتتقفل وهتفقد النقابة فلوس كتيرة، ولكن انا عاوز ارفع مستوايا اكتر. وكان خلاص هيكسر البوابة، ولكن تتدخل السيدة تشي هاي وتقول له انت بتعمل ايه هنا. بنشوف جين واقف في مكانه بعد ما وقفته السيدة تشي هاي وتقول له ايه اللي جابك هنا، دي غرفة الزعيم. ويقول لها جينو انه تاه عن فرقته، وتقول له يبعد عن البوابة ولا هيصحى الزعيم وهيقتل الفريق كله. وتنصدم لانها كانت شايفة سلاح مع جينو، وتأسف جينو ويمشي. ولكن بتكون شي هاي شمت ريحة غريبة جاية من جينو وتوقفه، وبتكون ريحة طيبة وبتكون مش زي بقية الصيادين، وهي بتقدر تميز الصيادين من الريحة. وتقول له انت فعلا صياد، وتلاقيه من الرتبة ايه، وتقول له يكمل طريقه. وبيكون جينو بيفكر هي عملت ليه كده، نفس الموضوع اللي حصل مع باروكا، ممكن عشان على بيت لاعب الوحيد المستفاد هو النظام، يعني ايه لاعب اصلا. وبياخد فلوسه وبيشكره المدير وبيقول له لولاك كناش خلصنا بدري، ولكن انت موهبة عظيمة. بيطلب منه يشتغل معاه وهيديله اجر عالي. وبيقول له جينو انه كان يشتغل عشان وقت الفراغ بس. وبيقول له مدير النقابة هتعمل بكره مهمتين، مغارة من رتبة ايه وتانية من رتبة سي. وبيقول له مدير فريق الهجوم التاني هو اللي هيقوم بالمهمتين، ويوافق جينو. وبنشوف تشي هاي وبتكون عاوزة تعرف معلومات عن جينو، لكن بتكون كلها حصرت من قبل الجمعية. وكمان عرفت ان استاذ شوي كان عاوز يضمه للنقابة، وتبدأ تفكر في ايه اللي حصل في الوقت دوت. وبيكون جينو وصل مكان المغارة وبيقابل الفريق ويتذكر منه الماضي الجميل ويشتغلوا، وبيكونوا احرزوا تقدم كبير بسبب جينو. وبيقول له المدير متأكد انك مش عاوز تشتغل معانا، انا هدفع لك 5 اضعاف الاجر. ويجي قائد الفريق الهجوم وبيكون اسمه سون كين، بيقول للمدير ان هو عاوز حد يشيل الامتعه بتاعتهم ويدخل معاهم المغاره لان الحمال الخاص بيهم ما جاش. بيطلب اي حد يجي ويديله ضعف الاجر، ولكن كلهم مش بيوافقوا. وبيقول للمدير مهما عرضت فلوس قد ايه عليهم هم مش هيخاطروا علشان يدخلوا مغاره زي ديت. يوافق جينو ويظلم المدير ويقول له انت اتجننت، دي مغاره من رتبه ايه وانت من رتبه ايه. ويقول له ده مجرد يومه الاول. ويقول له كين رتبته قد ايه ويعرف انه من رتبه ايه، ويوافق ياخده معاه. ويجي وقت دخول المغاره وبتكون البوابه اكبر من اللي فاتت وكده بتكون اكتر خطوره، ولكن بيقول له كين ما تقلقش احنا فرقه قويه برضه. وبتكون الفرقه متكونه من 6 افراد من رتبه ايه و3 من رتبه بي، من الرغم ما فيش واحد من رتبه اس، الا انه فريق قوي برضه. ويدخلوا المغاره وبيكونوا ماشيين ومفيش حاجه حصلت. وتكون المهمه دي لو نجح فيها كين هيتعين رئيس قائد الهجوم الثاني رسميا، ولكن بيشعروا بحاجه ويستعدوا تهجم عليهم مجموعه من ذئاب المغاره. ولكن ايه اللي جابها هنا؟ ذئاب المغارات من رتبه سي، المفروض ما تبقاش في بوابه زي ديت. ويقدر الفريق يخلص عليهم واحد تلو الاخر. ويشوف جين واحد لابس طوق ومعناته حد كان بيربيها على انها كلاب صيد، بيكون في حد جاي عليهم. وبيكون كين مصدوم وهم بيكونوا الاورك الاعلى. ده ايه اللي جاب الوحوش دي هنا؟ الوحوش دي قويه جدا وبيكونوا كتار جدا برضه، وبيرمي عليه رمح ويصدوا كين بصعوبه. دول طلعوا اقوياء وبيهجموا عليهم، ويفعل المدافع مهاره الاستفزاز ولكن مش بيتاثروا. دول بيهجموا على الخط الخلفي ولكن بيضربوا واحد ولكن مش بيتاثر، وتحاول واحده تقيده ولكن ده قوي جدا. مش
وبتصمت كتير. بيطلع واحد وراته الرابحه بيخرج 2 من جيشه ويهجموا عليه، والمهاره دي بتستهلك الكثير من المانا، وكانت واحده بتفضل تضرب في واحد ولكن يجي التاني ويضربها ويقول لهم كانوا يتفرقوا على هيئه مجموعات من 3 اشخاص ولا هنموت كلنا. الوحوش دي بتضايق شخص من رتبه ايه، واشخاص الرتبه بي مش هيقدروا يصمدوا قدامهم، وبيكون واحد دراعه اتقطع وكان هيموت ولكن تيجي واحده وتنقذه وتعالجه التانيه، ولكن يجي اورك وراها وكان خلاص هتموت، لكن بيكون جينو اختفى. والصدمه بتلاقي الاورك مرفوع وكانه بيتخنق. بيكون جينو متخفي وبيستخدم سلطه المهين ويقسم الاورك نصين، وتكون مصدومه من اللي حصل، ويجي جينو يسيب الاورك ويقدر الفريق يخلص عليهم، متفاجئين من ضعف الاورك فجاه، ويفضل جينو يجرح في الاورك ويلاحظوا واحد ولكن يقتله، لكن الفريق كان بيخلص على اورك واحد تلو الاخر لم يخلصوا عليهم كلهم، فبيكونوا مش عارفين ايه اللي حصل في المعركه، لكن يظل ذلك انتصارا. وبتكون واحده عرفت ان جينو كان متخفي وقدر يساعدهم شويه، ولكن هي مش عارفه هو عمل ايه، وتقررت تخفي الموضوع. ويقول واحد لكنه واحنا المفروض نكمل، المكان ده بقى خطر جدا، احنا لازم نرجع والا هنموت. انا عارف انها اول مهمه ليك كقائد، ولكن الوضع بقى خطير جدا. ويقول لهم احنا لازم نتراجع دلوقتي. والصدمه بيلاقوا بوابه اتقفلت، ولكن هي مش بوابه حمراء، ولكن هي حاجه سحر رفيع المستوى. وحش هنا بيطلق سحر عالي المستوى وبيشعروا بطاقه سحريه قويه جدا اتيه من زعيم المغاره، ويحاولوا يفتحوا البوابه بسرعه، ولكن ده بيكون فخ. ويقول لهم كين يساعدهم، ولكن بيكون وراهم مجموعه من الاورك اكتر من اللي فاتت، وبيكونوا مصدومين. بيقرب كين منهم ويحاول الاورك يكلمهم، ولكن دي لغه الوحوش، ولكن قدر زعيم المغاره يتكلم من خلاله، وبيكون اسمه كالغان. وبيقول لهم يا معشر البشر انا اريد مقابلتكم. وبيقول له كين هو انت اللي سديت المخرج؟ وبيقول له ايوه انا اعظم مشعوذ في قبيله الاورك. وبيقول له كين هو في حد اقوى منك في المغاره ديت؟ وبيقول له هو انت فاكر ايه يعني، ده انا اقوى واحد هنا، مفيش حد يقدر يتفوق عليا، عندك خيارين، تموت على يد جنودي هنا او تاتي لمقابلتي. بيقول له كين هنيجي نقابلك. وبينادي كين على جينو وبيقول له لما نشوف الزعيم يبقى يهرب اسرع ما يمكن الى البوابه، واحنا هنباشر بالهجوم عليهم ونصرف انتباههم علشان تقدر تهرب مما يتسبب في ابطال الحاجز. اخرج من البوابه واحضر الدعم باسرع وقت. بيقول لهم جينو وانتوا ناويين تموتوا هنا؟ بيقول له كين مهمتنا ليست العوده من المغاره سليمين، بل اغلاق البوابه باي ثمن. تديله واحده الوصيه بتاعتها وتقول له يبقى اديها لعيلتي لما تخرج. يقول لها انت مش هتضطري تديها لي في الاخر. وبتكون السيده تشي هي بره وكانت بتدور على جينو، وتعرف انه دخل المغاره. وبيكون جينو الباقي وصلوا غرفه الزعيم وكانت كبيره جدا وكانت تضم الكثير من الاورك. وبيقابلوا كالغان اهلا وسهلا بكم ايها البشر. بنشوف السيده تشي هي خارج المغاره وتفكر تعمل ايه، وتكون شاكه في جينو لانه كان معاه سلاح في المغاره السابقه، وتقرر تدخل تساعدهم وتطلب منهم مدير سلاح، ولكن يديلها حاجه غريبه وتقول عاوز سلاح تاني زي رمح او سيف. ويقول لها مفيش اسلحه تانيه، وتقول له انا مش عاوزه حاجه، انا هدخل من غير سلاح. ولكن يقول لها هو انت هتدخلي المغاره من غير سلاح؟ هو انت متاكده؟ وترجع تاني وتاخدها. ويكون جينو والباقي متحصرين من الاورك، يا لها من اعداد. الوحوش دي لو خرجت الى الخارج هتدمر العديد من المدن بكل سهوله، لا سيما هؤلاء الاربعه، حالتهم مرعبه جدا مقارنه بكبار الاورك الاخرون. مهمتنا هي اغلاق البوابه، احنا لازم نهزم الزعيم، ولكن ازاي؟ بيقول لهم كالغان انتوا خايفين مني. بيطلق هاله مرعبه جدا ويكون الفريق خايف جدا، ده ازاي عنده قوه السحريه ديت؟ ده احنا مقارنه به احنا هنبقى صحراء من الرتبه الثالثه، احنا هنموت هنا. ويقول له كين هو انت جبتنا هنا ليه؟ ويقول لهم علشان التسليه، انا هقتلكم واحد ورا التاني واعذبكم وافترسكم وتتسلى بيكم جنودي. وبيشعر كالغان بشيء غريب بين البشر، ده يكون حماسي اكتر ويامرهم كين بالهجوم، لكن دول بيكونوا فقد عزيمتهم، ده الخوف سيطر عليهم. ويقرر كين يستمر بالهجوم، ولكن يفعل كالغان درع ويستخدم سحر الرفع ويرفع كين ويلزقه في الارض ويفضل يعمل فيه كده، وبيكون الفريق مش عارف يعمل ايه، وكان كين بيموت حرفيا. ولكن ينقذه جينو في الاخر ويقول له اسمح لي بسؤال واحد، وكان واحد من الاوركا هيقتله ولكن يقيده جينو ويلزقه في السقف. ويقول له اسمح لي بقتل جميع الوحوش في هذه المغاره، حياه الفريق بقت معرضه للخطر. ويقول له ارجوك افعلها. بيقول له كان غني لك من قرد مقلد، انت برضه ما زلت ضعيف. بيقول له جينو انا اول مره اشعر بهاله قويه زي ديت، لكن الخصم لديه قدرات افضليه، ولكن مع الاسف انا هو الخصم. ويخرج جيشه ودي هتحصل مجزره هنا. وخارج المغاره بنشوف الرئيس وو وصل، وبيقول هو جينو ازاي اشتغل مع العمال ويومين على التوالي، وبيسأل على جينو وبيعرف انه دخل المغاره. وبيقول واحد انا كنت متاكد انه عمل مصيبه، ده بص عليا وشعرت كاني هموت ساعتها. وبيعرف انه اشتغل حمال لدى الفريق وبيستغرب امره، وبيشعر بهاله مرعبه جدا اتيها من داخل المغاره، وبتكون شيهاي شعرت بيها برضه انا لازم اساعد الفريق بسرعه، دول في خطر كبير. وكان جلجل بيستخف بجينو وانت هتقدر تهزمني بحته جنود ضعاف زي دول امام هذا العدد من الجيش. وبيقول له اياك الاستخفاف بيهم والا هتندم. ويفعل مهاره نطاق الملك، وهي مهاره اكتسبها في طابق ال70 من قلعه الشيطان. وبيكون الفريق مصدوم بقوه جينو، دي حالته قويه جدا، ويامرهم كالغان بالهجوم. ويفعل ايرون مهاره الاستفزاز ولكن لم تؤثر عليهم، ولكن يقدر ايرون يخلص عليهم بضربه واحده. ويقدر يغريس يفعل الشيء نفسه. وكان جينو نازل تقطيع في الاورك بشكل جنوني، ده ازاي واحد قوي زي دوت يخفي القوه ديت؟ ده الجنود بقوا في مستوى اخر، الجنود بقوا
مستوى الرتبة بي، ويموتوا 3 او 4 مرات علشان يقدروا يقتلوا واحد من القرب. ويتفاجئ جينو وبيكون جلجان قضى على جيش جينو بواسطة هذا التنين. جيشك مجرد مجموعة من الدمى ولكن يرجعوا تاني. ويفعل جلجان درع ويرميه على جينو، ويستخدم العديد من السحر والقوة لمنع جينو من الاقتراب. ويقول له انا هدمر جنودك مرارا وتكرارا حتى نفس مهنتك، انها مسألة وقت بلا اكثر. ويستخدم سحر واسع النطاق ويهرب الفريق. يا ترى هتصمد قد ايه؟ وبيكون الرئيس هو قاسم بغارة، وبتكون من الرتبة ايه ومتقاربة من الرتبة اس. ويتصلوا على رئيس نقابة الصيادين ويدخلوا لمساعدة الفريق في المغارة. وبيكون جنود جينو بيموتوا، وبدأت المهنة الخاصة به تنفذ انها مسألة وقت كما قل. ويقول له جينو انت بتتكلم على ايه؟ ويشرب زجاجة من المانا. انا هوريك قوة مستحيل الارواح الحقيقية قيام. ويحول جنود الاورك الى جيش ظلال ويسلم كلجان. ومن تبقى منكم هيبقى من جيش ظلالي قريبا، وبالطبع انت اولهم. يا لها من فخامة يا جينو، انت تغيرت عن اخر مرة. يكون كلجان مش مصدق نفسه. مستحيل، ده ممكن يكون هو، ويتخلخل للنظام. طالما هو هنا انا بعمل ايه هنا؟ انا اول ما فتحت عيني لقيت نفسي هنا، وانا لا اسمع سوى صوت واحد مرارا وتكرارا، وهو اقتلوا البشر. لا يهم السبب، ولكن انا هنفذ الاوامر ببساطة. واطلق اقوى اورك لدي، اقتلوا من يعترض طريقكم واحضروا لي جثث البشر. ويكون السيد تشوي عارف موضوع المغارة وقرر يجي بسرعة، وهي بيت مغارة من رتبة اس زي جزيرة جيجو. احنا لو فشلنا في المهمة ديت هتحصل كارثة كبيرة. احنا لسه قدامنا وقت لحسن الحظ. وبنشوف ايرون قدر يهزم احد القادة ويغريز برضه، دول بقوا في مستوى تاني. ويفكر الفريق يساعدوا جينو ويفعل كلجان سحر العذاب. مفيش حد من الجمهور يصعد على المسرح، وانت برضه انا هقتلك. ويفعل السحر على جينو لكن يتكسر، وبيكون لدى جينو مناعة ضد السموم واللعنات. ويستدعي جنود السحر ويفعل كلجان درع. انا هكسر درعك. ويستخدموا كرة الجشع ويكسروا درع كلجان. يجي السادة تشي هاي وتلاقي اللي بيحصل وتكون مصدومة وتطمن على الفريق. ويتعصب كلجان جدا ويستخدم العديد من اللعنات ويبقى اكبر بكتير ويدوس على جينو ولكن يهرب منه. على فكرة انا عندي ذكريات سيئة حول العمالقة. ويطلق تعويذة التنين ويدمر المكان. ويستخدم العديد من التعويذ ويدمر من يقف في طريقه. وانت ناوي برضه توقف كلجان العظيم. ونلاقي جينو بيهجم عليه ويدخل الخنجر في عينه. انت كده بقيت هدف سهل. الساحر ما يقدرش يحمي نفسه بدون حارس. انت مش قادر تصد ضربات من السياد مختال. ويطلق كلجان تعويذة قوية ويتفادى جينو جميع الضربات ويحدف عليه الخنجر ولكن مش بيتأثر. ويرمي عليه السلسلة ويقيده ويوقعه. تحجب تشي هاي من قوة جينو ويوصل رئيس وو. تقول السيادة تشي هاي انت عارف عنه ايه؟ يقول لها انا عارف عنه القليل فقط. ويقول جينو حرام يفقد الساحر للحارس، تكون فرصته في الفوز معدومة. ويتعصب كلجان ويهجم عليهم ولكن دول كتار ويكون خلاص نهايته. وتخلص المغارة اخيرا ويرتفع مستوى جينو ويرجع كلجان كواحد من الظلال ويسميه كيبا ومعناها انياب. وتكون رتبته فارس نخبة، دي رتبة جديدة. وكمان كسبت جيش من القرب ده يعد انتصارا قويا. ويجي الرئيس وو الفريق ويكون جينو مش عارف يعمل ايه، ولكن الرئيس وو يقف ويقول لهم معلومات السياد جينو في غاية السرية. انا عاوزكم ما تقولوش لحد على اللي حصل. السياد جينو اظهر قوة تضاهي قوة الرتبة اس لاجل حمايتكم، وانا ارجو تخرجوا من المغارة متعاونين معانا. ويوقفوا كين ويقول له انت قوتك كبيرة جدا، انت اكيد عندك سبب في اخفاء هويتك، لكن احنا جولنا من فضل مرافقتك معنا واحنا بنشكرك على انقاذنا. ويرجع جينو وسيد الصيادة ويعرف يسيد شوية على اللي حصل ويعرف قدرات جينو ويكون مصدوم. ويقول له من تظن الاقوى بين انا وجينو؟ ويقول له المغارات تتطلب العديد من الصيادين لانهائها حتى يسدوا نقاط ضعف بعضهم. ويقول له هو انت تقدر تنهي مغارة اعلى من رتبة ايه وحدك دون مساعدة؟ يقول له استحالة، ده باين كده لقب السيد المطلق اصبح اضحوكة. ويقرر يضم جينو للنقابة باي ثمن. وبنشوف سن مع جينهو ويقول له ايه الاخبار الحديث مع والدك. وبنشوف الصحفيين واقفين امام قاعة التقييم، وده بسبب صيادة قد الصفاقة مؤخرا وهو ممثل يدعى لي سونج. وكده وصلنا للنهاية، يا ترى اللي هيحصل؟ وهل يا ترى جينو هيعيد تقييمه؟ ده احنا هنشوفه في الحلقة القادمة. ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك.